السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جو رجب، وان شاء الله النهارده هنشرح الانجيوسبيرم والجيمنوسبيرم. ما هو الانجيوسبيرم والجيمنوسبيرم؟ كاسيات البذور وعاريات البذور. انا عايز اسالك سؤال في الاول، هقول لك انت لما بتروح المكان ده بتعمل ايه؟ يا عم جود لما بروح رايح عشان الجيم اعرض السكس باكس بتوعي يا عم جو، واقف كده قدام المرايه واعمل حاجات كده يا عم جو. الجيم بقى لما بتروح وتقلع دي اسمها عاريات. ايوه يا عم جو، ايوه يا عم جو، ادينا من ده. كل ما تتكلم في العارات احبك يا عم جو. يا ابني يا ابني عيب يا ابني الكلام ده يا ابني. تاني حاجه وهي الانجيوسبيرم. الانجيوسبيرم وهي كاسيات البذور. انا عايز اسالك سؤال، انت لو جالك فرصه تختار حد انثى هتختار ايه؟ انجيوسبيرم ولا الجيمنوسبيرم؟ هختار يا عم جو طبعا الانجيوسبيرم. ده الانجيوسبيرم يا عم جو كاسيات، ما يغركش يا عم جو الحبتين دول، بس انا في الاخر راجل، انا هختار الكاسيه يا عم جو. المحاضره ديت هتبقى بعنوان احنا شخصناها. شخصناها مع مين؟ شخصناها مع الكاسيه والعاريه. ربنا يهدي العاريه يا رب. فكل ما هو جميل هنقوله للكاسيه، كل ما هو وحش هنقوله للعاريه. ليه بس كده يا عم جو؟ يا عم احنا هنشخصن حد له عندنا حاجه بس. حلو. اول حاجه قال لك طب ما تيجي تعرف لنا الانجيوسبيرم والجيمنوسبيرم. قال لك في اول حاجه الديفينيشن، التعريف بتاعها. قال لك الانجيوسبيرم ار ذا فلاورنج بلانت، يعني نباتات زهريه. بص شفت لما تشوف كده واحده محجبه ولا كده يقول لك ده شبه الورد، هي دي فلاورنج بلانت. احنا قلنا هنشخصنها. بيقول لك برضو ار ذا لارجست اند ذا موست ديفيرس، وهي الاكبر في المجموعات النباتيه والاكثر تنوعا. الاكثر تنوعا وهي الاكبر في المجموعه النباتيه. قال لك الجيمنوسبيرم العاريه ربنا يهديها يا رب، وهي ار فاسكولار بلانت، هي نباتات وعائيه. وهاف اكسبوزد اور نيكد سيد. ده شوف بقى قله الادب، قال لك عندها اكسبوزد اور نيكد سيد. يعني ايه؟ يعني عندها بذور مكشوفه. يقول لك ايه؟ خلي اللي ما يشتري يتفرج. هنا السيد بتاعتها بتبقى مكشوفه. يقول لك خلي اللي ما يشتري يتفرج. وبيقول لك ايه كمان؟ وما بتكونش باينه وظاهره حتى مرحله النضج. شوف الجيمنوسبيرم ولقمها. قال لك تمام، طب السيد بتاع كل واحده فيهم؟ قال لك والله يا عم الحاج لو اتكلمنا عن السيد في الانجيوسبيرم هيقول لك انكلوزد، محترمه، قافله على نفسها، ما تحبش حد يشوفها. انسايد ان اوفري، السيد تبقى موجوده في الاوفري حتى ينضج الى ليكون ثمره ذات فورم فروت. يعني السيد بتاعت الانجيوسبيرم بتبقى موجوده انسايد اوفري حتى مرحله النضج، ولما بتنضج بتتكون ان هي تكون ايه؟ فروت، بتكون ثمره. اليمه الثانيه قال لك لا، قال لك السيد بتاعتها اكسبوزد، وكل خلي اللي ما يشتري يتفرج. تعالوا اتفرجوا يا جماعه، بصوا. او اند مايت بي بريزنت ان فورم اوف كون. بيقول لك بتكون على شكل الكون. انت عارف الكون ده؟ عارف اللي هو الكونو يا اسطى؟ كونو ايس كريم. ايوه يا عم جو، يا لهوي، بقى فيها حته كده من تحت يا عم جو، الحته اللي هي دي بيبقى فيها شوكولاته يا عم جو. يا نهار ابيض. وانت عارف بقى يا عم جو بطعم الحليب لما بيحط على بقى. بس ما عايزين نكمل شرح مش كده. تالت حاجه قال لك الفلاورز، الزهور اصلا، هل هم بيطلعوا زهور ولا لا؟ قال لك والله الانجيوسبيرم احنا قلنا بتبقى زي ايه؟ شوفها كده يقول لك ياه شوف زي الورد. قال لك ار فلاورنج بلانت، هي نباتات زهريه. اند هاف فلاور، عندها فلاور. سبحان الله نباتات زهريه وبتطلع فلاور، حماده هلال جدا. اما الجيمنوسبيرم العاريه الوحشه نون فلاورنج بلانت اند داز نوت هاف فلاور، وما عندهاش فلاور. يبقى نون فلاور، ما عندهاش فلاور خالص. حلو. احنا قلنا شخصنا احنا بنتكلم على الانجيوسبيرم اللي هي في العمود ده، وبنتكلم على الجيمنوسبيرم اللي هي في العمود ده، عشان تبقى فاهم. احنا نازلين تحت كده نكون بنتكلم على مين، واحنا نازلين تحت كده بنكون بنتكلم على مين، ما تتوهش يعني مننا. تعال نتكلم على الريبرودكتيف سيستم عند كل واحده. انا عايز اقول لك، عارف ان السيد ده اصلا، السيد دي ناتجه من العمليه دي. يعني العمليه دي هي السبب في تكوين السيد. يعني لما بيحصل ريبرودكتيف او تكاثر بيتكون السيد، وهنيجي لها قدام في اخصاب وفي ليله قدام ده. انت تعال. قال لك في الريبرودكتيف سيستم ارزا موستلي بايسكشوال، هي ثنائيه الجنس. الانجيوسبيرم اللي هي الكاسيه. بيقول لك وممكن ممكن تكون يوني سيكشوال، بس الاصل بتاعها الاكثر ايه؟ اللي هي باي سيكشوال. اليمه الثانيه قال لك موستلي يوني سيكشوال،
هي في المعظم احاديه الجنس، بس ممكن تكون باي سيكشوال. يعني هي في الاصل او الاكثريه هي يوني سيكشوال، بس احتمال ممكن تكون برضو في بعض من الاوقات او في منها باي سيكشوال، ثنائيه الجنس. قال لك طب ماشي، لو قلنا الستيم بتاعها، تعال نتكلم على الساق. انت لما بتتعامل مع واحده كده محترمه تقول لها عم جيب يبقى تعملها خشن ناشف، هي ده بالظبط. الستيم بتاعها ميد اب اوف هارد وود. هارد مش بتيجي معاك بالساهل، ما هي سهله لا. اما هنا السوفت، اليمه الثانيه الجيمنوسبيرم العاريه تلاقيها ايه، بتدلع عليك، ما تنشافي كده تقول لك لا ده انا بتدلع عليك، فسوفت وود. اما اليمه الثانيه ميد اوف هارد وود. الليفز، الاوراق بتاعت كل واحده فيهم. الليفز هنا ار بورد اند فلات، الاوراق بتكون مسطحه، الاوراق بتاعتها بتكون مسطحه وعريضه. اما اليمه الثانيه الاوراق شبيهه بالابر وبالحراشف. حلو حلو. هنا الاكزيليوم الخشب او الوعاء اللي بيمشي فيه في كل واحد منهم. قال لك والله هنا فورم فازل بيتكون من اوعيه في الانجوسبيرم. اما اليمه الثانيه في الجيمنوسبيرم لا، قال لك الاكزيليوم دازنت فروم فازل، ما عندهاش اصلا فازل في الجيمنوسبيرم. قال لك تمام. تعال نتكلم على الاستراكشر بتاع كل واحده فيهم. قال لك الاستراكشر بتاع الانجوسبيرم بيتكون من سيبلات وبتلات موجوده. انت لما بتيجي تتكلم عن النبات هتاخد المحاضره الجايه وممكن تكون خدتها المحاضره اللي فاتت، ان احنا عندنا 4 محيطات زهريه في الكومبليت فلاور. فاكرهم ايه؟ فاكر ولا ما انتش فاكر؟ صح، الكأس والتويج والطلع والمتاع، صح. السبلات والبتلات دي اول حاجه. يعني بتلاقي مثلا عندك كأس وتويج فتلاقي عندك سبلات وبتلات. ممكن يكون اللي هي مونو مش داي فتلاقي عندها ايه، تيبلز. دي فين؟ في الانجوسبيرم. الانجوسبيرم عندها سبلات وبتلات. اما هنا قال لك لا، ما عندهاش اصلا سبلات وبتلات، غائبه، السبلات وبتلات بتاعتها مش موجوده. ده سريعا على الانجوسبيرم والجيمنوسبيرم. تعال نكمل الانجوسبيرم والجيمنوسبيرم في الاستراكشر بتاعته. قال لك والله هي عندها الجزء الانثوي في الريبرودكتيف، الجزء التناسلي الانثوي بيتكون من كربله. بص يا عم الحاج، الكربله بتبقى على شكل كده بالظبط كده، سيبك من الرسم التعبان وكده. حلو. ديت عندك اسمه ميسم او استجما. حبوب اللقاح اللي بتيجي بتقع عليه هنا دوت، الطول اللي هو موجود ده اسمه ستايل او قلم، وبعدين بينزل تحت هنا لهنا الاوفري. والاوفري دي بيبقى فيه موجود الاوفري يعني المبيض، يبقى موجود في ايه، بويضات. دي طبيعي، بويضات، بديهيات يعني. حلو. قال لك هنا والله الفيميل ريبرودكتيف بارت في الانجوسبيرم بيتطور الى كربله. اما اليمه الثانيه في الجيمنوسبيرم قال لك الريبرودكشن برضه فيها بيتحول الى وودن ستراكشن، ده خشب، بيتحول الى اخشاب او بنيه خشبيه. قال لك تعال نكمل. عندك استجما اند ستايل ار بريزنت، موجوده ليه؟ عشان اصلا دول اللي بيكونوا الكربله. مشان لسه قال لك ان هو عندك اوفري وعندك ستايل وعندك استجما، دول اللي بيكونوا الكربله. هنا اليمه الثانيه عندها في الجيمنوسبيرم الجزء الانثوي بتاعها دونت هاف استجما اند ستايل، عشان اصلا هي ما عندهاش فوق كربله. ما هي الكربله هي اللي فيها الحاجات دي، الكربله موجوده هنا مش موجوده هنا. حلو تمام. قال لك هنا في المايكرو البريزنت بتاعها انفورم استيمن، عندها ستيمن، والستيمن ده بدل قلنا على الجزء الانثوي بتاعها نقول على الجزء الذكري. عندها الجزء الذكري بيتكون اسمه ستيمن. تعالى يا عم الحاج اما امسح لك، وبدل اتكلمنا على الجزء الانثوي نتكلم على الجزء الذكري. ثانيه يا عم جو، مش الستيمن ده يا عم جو ده غالبا اللي هو كان اسمه خدته في ابتدائي عم جو بس مش فاكره، سودا باين بالظبط. كان بيتكون يا عم جو من حاجه اسمها متك وخيط. الله ينور عليك، هو فعلا الاستيمن بيتكون من متك وهو اسمه انصر، وبيتكون من خيط وهو اسمه فيلمنت. انت صح ولسه فاكر، شاطر. اما اليمه الثانيه اهو قال لك هنا الاستيمن بيديفايد لحاجتين، لانصر اهو وفيلمنت. يبقى انت ماشي صح، انت كلامك صح على فكره، انت متذكر. وقال لك هنا في الجزء الذكري
في الجيمنوسبيرم بيكون على شكل راس عريضه وبتكون عقيمه. ومش بس كده، قال لك والله هو مفيش تمايز بين الانسر والفيلمنت، الاثنين تحسهم مع بعض كده. قال لك تمام. هنا في الكربله، احنا لما اتكلمنا على الكربله لما كانت هنا لو فاكر قلنا ان الكربله كان فيها ايه؟ صح، كانت بتتكون من اوفري واهو ستيجما وستايل واوفري. وقلت لك لو فاكر ان الاوفري اسمه مبيض، فبيكون فيه طبيعي ايه؟ بويضات. فهو بيقول لك هنا ذا اوفري اوف ذا كربله يحتوي على البويضات وبتتصل بالبلاسينتا. فاكر البلاسينتا دي ايه؟ المشيمه. البلاسينتا دي المشيمه. قال لك هنا البويضات في الجيمنوسبيرم بتبقى موجوده برضو، بس ما عندهاش بلاسينتا، بتبقى موجود في الميجاسبورفي. حلو تمام. قال لك طب هنا البويضات هنا بتكون على شكل ايه؟ قال لك توجد البويضات على شكل حامل، تبقى اي ستاك هنا بتبقى على شكل حاجه كده، وهي بتبقى حامل موجوده على شيء. قال لك هنا بتبقى جالسه في الجيمنوسبيرم، والبويضات بتكون جالسه ما عندهاش حامل، مش محطوطه على حاجه. هنا بتكون البويضات محطوطه على حامل. قال لك في الانجيوسبيرم هنا تحتوي على 4 بولن اوف ساك. عندها ايه؟ يعني ايه معنى الكلام ده يا عم؟ مش فاهم حاجه. بيقول لك يا عم الحاج ان كاسيات البذور عندها 4 اكياس لقاح محدده. ذا نمبر اوف مايكرو. اما اليمه الثانيه قال لك ده عندها من 2 لمئات، على قد ما تعدي. تعالى يا باش عاريه الطلب عليها كتير، قال لك عليها عندها من 2 ل100. اما دول هي عارف اللي هو ايش، ترى محل الاربعه يا ست، مش انت يا ست الا الراجل. لا هو 4 برضه مفيش منه ده. طب قال لك طب الميل ميت. ثانيه واحده بس، عايز اسالك سؤال يا عم، شو انت كل شويه تفصل تروح فين؟ لا انا بشرب قهوه لانني لا قهوه الا القهوه. والعروسه المستقبليه انا مش عارفها ان شاء الله. لو انت انا بهوى معاكي، مش عارفك انت مين، بس اكيد بهوى ان شاء الله انت والقهوه. نرجع لموضوع. قال لك الميل جميد في الجيمنوسبيرم اللي هي كاسيات البذور اللي هي المحترمه ما عندهاش فلاجيلا. يعني ايه فلاجيلا؟ الفلاجيلا دي يعني اصوات يا عم جو زي بتاعت عبد الحليم حافظ، او اللي هو قادر تندمني على الايام. بطل قرف. اصوات دي الحاجات اللي بتمشي بيها. قال لك هي ما عندهاش اصوات، فهي بيقول لك هي بتبقى فين؟ تم وضعها على البويضه، هي موجوده على البويضه، مش هقدر امشي والله. اما اليمه الثانيه في الجيمنوسبيرم ده بتسعى لقله الادب. بيقول لك هز فلاجيلا، عندها فلاجيلا يا باشا. انا هروح جري للبيضه، انا هتحرك للبيضه. قال لك تمام. طب السيتوليدن بتاع كل من الجيمنوسبيرم والانجيوسبيرم؟ قال لك والله السيد هاف 1 اور 2 سيتوليدن، عندها فلقه او فلقتين. عمنيه هي البذره هنا في الجيمنوسبيرم والانجيوسبيرم. اما هنا قله ادب، قال لك عندها من 2 اور ميني سيتوليدن، هي بص فلقتين او اكتر. شوف انت عايز ايه ودي، مش هقول لك حاجه. طب الاندوسبيرم هنا قال لك والله الاندوسبيرم عندها تراي بولد، ثلاثيه. التراي دي يعني 3 وبولد دي الشيء الاساسي. حلو، ثلاثي المجموعه الصبغيه، ثلاثي المجموعه الصبغيه. اما الاندوسبيرم هنا هابلويد، عندها احاد المجموعه الصبغيه. تمام. الفيرتلايزيشن الاخصاب، عندها دبل فيرتلايزيشن. هفكرك بحاجه سريعه. عارف الدبل فيرتلايزيشن دي كان ايه؟ اللي هو الاخصاب المزدوج. ايوه يا عم جان، فاكر البتاع ده خدته قبل كده بالظبط كده، اللي هو بينزل يخصب مره البويضه فبيطلع لك الفروت او الثمره، وبيخصب البويضه الثانيه اللي هي بتديك الاندوسبيرم اللي هي بتبقى غذاء للدنيا والحاجات دي. فاكر انت الحوار ده؟ هو ده. انا مش عايز بس اسوحك معايا، شرح سريع. قال لك قول لي اما اليمه الثانيه عندها احادي 1 تايب اوف فيرتلايزيشن، عندها اخصاب واحد، نوع واحد من الاخصاب. وهنا بيكمل لك اهو، هو بيقول لك انا شفت الكلام اللي انا قلت لك فوق، اللي هي واحده بتخصب البويضه فبتطلع لك فروت، والثانيه بتخصب عشان الغذاء والحاجات دي بالظبط. قال لك طب تعالى ما نتكلم عن تطور كل من السيد. السيد هتتطور ايه؟ قال لك والله هنا السيد هتتطور في الاوفري اللي هي تتكون الى فروت، بتكون انسايد اوفر، دي قلناها في الاول لو انت فاكر. قال لك اليمه الثانيه هو بيتطور بيكون اللي هي على شكل ابواغ ما بتكونش نو فروت، مش بيتكون لفروت او ثمره. اما الانجيوسبيرم هي اللي بتتكون ثمره. قال لك اللايف سايكل هنا البلانت موستلي سيزون، عارف اللي هي بتبقى موجوده في الفصول، يعني بتتنوع كده. عايز اقول لك ان اصلا
الانجيوسبيرم والجيمنوسبيرم معظم النباتات اللي احنا بنشوفها في العموم هي انجيوسبيرم. اما نباتات قليله جدا اللي هتلاقيها اللي هي الجيمنوسبيرم. فالانجيوسبيرم بتكون موسميه. اما الجيمنوسبيرم فهي ايفري جرين بلانت، هي نباتات خضراء على طول، اللي هي نباتات دائمه الخضره اللي انت بتشوفها في كذا نبات كده موجودين في الشارع. الاستخدامات بتوع كل واحده ديت. الانجيوسبيرم المحترمه لها قيمه اقتصاديه، وده احنا ممكن نستخدمها في ايه؟ كزينه او ديكوريشن اهو، او الزينه. اما اليمه الثانيه عريات البذور اللي انا ما بحبهاش، بيكون فيها خشب لين سوفت وناعم، لا يمكن استخدامه لصنع ناعم. اللي احنا بنستخدمه ممكن نستخدمه في البيبر في صناعه الورق، او ممكن نستخدمه الخشب الورقي، او ممكن نستخدمه في الاخشاب عموما. الاكزامبل المثال على كل واحده قال لك في الانجيوسبيرم هتلاقيه في كذا حاجه، في الخردل مثلا، ويكون الورد، ممكن تلاقيه في الزبانخ، ممكن تلاقيه في القرنبيط. ايوه يا عم جو، انا عارف الاي تي سي ده نبات يا عم جو احنا زارعينه. زرعوا ايه يا اسطى؟ اي تي سي دي يعني بالعربي الاخ، وحاجات تانية كتير. اما اليمه التانية يقول لك انا عارف نبات الاله او الاي تي سي. يا اخي هتشلني. اما اليمه التانية قال لك مثلا ممكن هتلاقي الصنوبر، نخيل، شويه نباتات كده، والخ النبات اللي هو اللي انت عارفه برضه اللي هو الاي تي سي اللي انت زرعونه عندكم. ده كان شرح سريع للمحاضره، ان شاء الله يا رب تكون فهمت. لو فهمت اشترك في القناه، فعل زر اللايك، اعمل لها سبسكرايب، ادعي لي ان ربنا يكرمني ويعلم زوجه صالحه، الحاجات دي كلها. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم جو رجب او يوسف رجب في مقولة اخرى. اشترك في القناه ما تنساش، واعمل كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا في محاضرات اخرى.